إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. أنا شنو غنتكلم دابا من بعد هذا تبارك الله الأساسي اللي تكلموا؟ شنو غادي نقول؟ إذا تحت في التكرار سمحوا لي، عطيني ظروف التخفيف. ما بقى لي ما نقول، لأن قيل الكل والكل قيل. هذه النقطة الأولى اللي بغيت فيها ظروف التخفيف. النقطة الثانية اللي بغيت فيها ظروف التخفيف وأن تكويني باللغة الفرنسية، فإني لا أجيد اللغة العربية الفصحى، فألتمس أيضا ظروف التخفيف إذا مشيت ولكن لو كان لي الاختيار بعقلي اليوم وبسني 18 سنة لاخترت التكوين باللغة العربية، لكن 18 سنة طبعا الموضوع مهم جدا ديال كيتعلق بالأسرة. وكاين نقاش صحي جدا ما يعرفه المغرب، ما تعرفه المملكة المغربية في هذه الآونة الأخيرة، 6 شهور أو 7 شهور الأخيرة. هذا يدل على شيء واحد، هو أنه المواطن المغربي أصبح واعيا أو يصبح أكثر وعيا فأكثر، لأنه عمرنا مشهدنا في التاريخ شي تعديل نص قانوني عرف هذا الاهتمام بكل فئات المجتمع. هذا شيء طيب جدا بجميع أطياف المجتمع ديالنا، يعني اللي غادي اليمين، اللي غادي اليسار، اللي غادي الوسط، كله، فهذا صحي، هذا جيد وطيب جدا. فمن هذا المنطلق هذا سنبغي نقرا لكم واحد تصدير، فقره فقط من تصدير ديال الدستور المغربي ديال 2011. المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانة تلاحم وتنوع مقوماتها وهويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبت الشعب المغربي بقيم ماذا؟ الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. وهذا هو ما لخصه صاحب الجلالة نصره الله، أو ذكر به بوضعه حدين لهذا النقاش أو لهذا المشروع ديال تعديل منظومة الأسرة. حد أول وهو الاتفاقية الدولية والتزاماتنا الدولية، والحد الثاني هي الشريعة الإسلامية، حين قال أنا لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. إذن عندنا جانب ديال القانون الوضعي اللي هو الاتفاقية الدولية والتزامات الدولة، مع أنني عندي تحفظ على هذه الالتزامات الدولية. الالتزامات الدولية كيفاش تدوز؟ تيكونوا وزراء ديالنا كيمشيو كيحضروا الاجتماعات في جنيف ولا في نيويورك، وكتكون مناقشات في لجان، وتنجيو نتكلموا على بعض الاتفاقيات، وكنبداو بوند بوند شنو هي الملاحظات ديالكم نتوما كدوله، وكنبداو. فملي تكلمنا على تمييز بين الرجل والمراه، كان واحد الوقت كان ضغوطات كبيره على المغرب باش يتنازل ويكون هناك مساواة في جميع الاشياء، وكانت عندنا تحفظات، يعني قلنا نعم للمساواة، لكن هناك تحفظات فيما يتعلق بالامور اللي هي اسلاميه، لان الهويه الدينيه ديالنا عندنا خط احمر. اذن هنا هذه الالتزامات كتكون رهينه بماذا؟ رهينه بالشخصيه ديال هذاك الوزير اللي كيمثلنا، وبالهويه ديالو، هو شنو هي القناعات ديالو، البيئه فين تربى، شخصيته قويه ولا ماشي قويه، شنو علاقته بالاسلام، شنو علاقته بالله، شنو علاقته بالهويه المغربيه، شنو علاقته بالتقاليد، هادشي كله. اذن كاين اللي كيكون منفتح بزاف،
كاين اللي كيكون قابط في الجذور ديالو بزاف، كاين اللي كيكون عنده يعني شويه ديال الوسطيه الى اخره. اذا راه حنا كنكونوا حنا راهينين المغرب كله بهذه الوضعيه ديال هذاك الوزير او هذيك اللجنه او من يترأس تلك اللجنه. طبعا كتكون مناقشات، ولكن راه كيكون التاثير ديال ذاك الشخصيه. فعلى اي اليوم فين وصلت الامور؟ وصلت الامور هو انه المغرب اصبح مخترق، المجتمع المغربي اصبح مخترق. باش مخترق تيارات خارجيه اللي كتدخل للمغرب وتاخذ هي راحتها. باش هادشي المواقع الاجتماعيه والتيك توك، لان الحدود مشات، ما بقيناش محتاجين جواز السفر باش نمشي نشوف شنو كاين في ديك البلاد. كلشي كيدخل عندي لهنا وكلشي في المغرب كيمشي، والعالم كله يشهد اليوم على ان هناك نقاش وطني يغار منه بعض الدول. انا قلت بجميع الاطياف ديالو، ولكن كاين غيره. علاش؟ كاين نقاش، كاين المجتمع كله مهتم بهذا الموضوع. اذا عرفنا الحدود ديال هذا الموضوع وعرفنا بانه معنا الله سبحانه وتعالى، معنا صاحب الجلاله نصره الله يوضع هذه الحدود هذه، انه هو كامير المؤمنين هو ضامن لهذه المرجعيه ما فيهاش مناقشه. لكن اللي كنشوف انا الغائبين اليوم واللي كيأسفني هي العلماء ديالنا في الدين. ملي تنقول لكم العلماء يعني اللي كيبحثوا، اللي تيقراو، اللي تيكتبوا، اللي تيألفوا، اللي كيجتهدوا، اللي كيضحيو من اجل العلم، اللي كيسافروا من اجل العلم، اللي كيدوزوا ليالي وهما كيسهروا باش عندهم مسؤوليه. عنده مسؤوليه، هو عالم فخصو يبحث وخصو يحسن وخصو يوضح بعض النقاط وتكون عنده جرأة ويحسن فيها ويعطي رأيه. هما هاد الناس هادو لقيتهم قلال في بلادنا، يعني اللي خرجوا اللي عبروا واللي كتبوا سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب قلال. وفي العكس اشنو كنلقى دوك الناس اللي هما متحررين ومنفتحين بزاف، يعني يتربعون فوق في المنابر الاعلاميه وفي يعني اذاعات، تلفازات، مواقع اجتماعيه، وكيمروا هذوك الرسائل ديالهم وكيكون فيهم استفزاز. فحنا اليوم ما نهضروش على الاشخاص، نهضروا على المؤسسات ونهضروا على النقط القانونيه ونهضروا على ما يهمنا في النصوص القانونيه ومشروع تعديل مدونات الاسره بغض النظر على الاشخاص. اذا كيف قلت لكم في الاول فهذا صحي، الناس تكون المناقشه مزيان. المفروض شنو هو اللي دفعنا اليوم للعمل على تعديل مدونات الاسره؟ شنو السبب اللي خلينا اليوم نعدلو؟ واش غير بغينا حيت دوزنا 20 عام وبغينا نعدلو؟ لا، لان لاحظنا وبالملموس تفكك الاسره المغربيه، تشتيت الاسره المغربيه. فكيف تنقول انا كاين الاسره فيها ثلاثه ديال الامراض العاهات داخل كل اسره مغربيه اليوم، واتحداكم شي واحد يقول لي انا ما عنديش هاد الثلاثه هاد. انتم حاضرين وانتم نموذج بسيط 150 200 شخص، نموذج. غنسولكم سؤال وقولوا لي واش كاين شي اسره ديالكم العائله فيها استثناء من هاد الثلاثه اللي غنقول لكم ما فيهاش؟ مرض السرطان كاينش اللي ما ندوش العائله، ما عندكمش العائله اللي ما عندوش مرض السرطان. الكوفيد 19 ما كاينش اللي ما دولوش. والطلاق ما كاينش اللي عنده في العائله ما عرفش طلاق في العائله ديالو. نقول عائله ماشي الاسره، العائله، عائله عنده خالته، عنده اخته، عنده عمته، وحتى الى اقتضى الحال كنلقاو الجيران ولا الاصدقاء. ما يمكنش شي واحد ما يكونش عارف هذا الشيء، وهذا الشيء ما كانش قبل، ما كانش قبل هذا الطلاق بهذه الدرجه هذه. اذا شنو هي الاسباب؟ المفروض ملي شفنا بان كاين هذا التشتت وهذا التفكيك ديال هذه الخليه اللي هي بها كتبنى المجتمع اللي هي الاسره، والحلقه الحساسه داخل الاسره هي المراه. الحلقه الحساسه والحلقه القويه واللي هي اللي
تبني هي اللي حولها الاسره كتكون دايره، هي المراه. اذا المفروض ملي لقينا تشتت خصنا نمشيو نشوفوا النقط بالضبط اللي هي نقط ضعف ونمشيو نعملوا على التعديل ديالها. هذا هو المفروض. شنو هي هذه النقط هذه؟ هي النفقه. شكون اللي خصو ينفق في الدار؟ وملي كيوقع طلاق هو اللي خصنا نتفاداوه. اشنو هو هذه النفقه وشنو هذه المتعه وشنو هو التعويض؟ اذا هذا الموضوع اللي خصنا نتكلموا عليه. الحاجه الثانيه اللي خصنا نتكلموا عليها هي درتهم هنايا الولايه. سبب من الاسباب انا ندير الدراري، لا انت ديري، لا انا اللي غناخذ القرار، لا انت اللي تاخذ القرار. الحاجه الثالثه اقتسام الممتلكات، لا كتبها لي دي في سميتي، لا نكتبها في سميتي، وعرفتي غادي دير لي دير نصف سميتي ونصف سميتي. كيفاش ندير لك نصف سميتي؟ انا اللي خديت القرض من البنكه، ايوا واش غادي ندير؟ وانت انا اللي خدامه معاك في الدار. النقاش ديال اقتسام الممتلكات حتى هو كيسبب مسؤوليه الاسره في البيت. لا انا اللي مسؤول، لا انت اللي مسؤوله، لا شكون اللي وقع هذه المشاكل؟ الدراري اللي وصلوا لهذا الشيء هذا انت اللي راكي معاهم. لا سيدي انت هو باهم. عمل المراه، انا بغيت نخدم، هي لا واش غديري بهذه الخدمه ديالك؟ غتنفقي عليا؟ انا ما عندي ما ندير بهذه الخدمه، انت جالسه في دارك ومستوره. لا سيدي بغيت يكون عندي الكيان، بغيت عندي استقلاليه، قريت عندي شهاده، علاش انا جلست في الدار؟ مشكل ديال العمل اللي خصنا نحسموا فيه. التعويضات عن الطلاق، كتمشي المراه تطلق تعرف راسها ما غاتاخذش المتعه، اذا ما غاديش تطلق. والراجل الا مشى يطلق غتحكم عليه المحكمه بالمتعه وما واصل الطلاق مثاليا. لكن هو ما يمشيش حيت ما خصوش يعطيها المتعه، وهي ما تمشيش دير الطلاق حيت غادي تحرم من المتعه. اذن هاد تعويضات الطلاق، هاد المتعه كتشكل لنا مشكل. القوامه، اشنو هي القوامه؟ شنو هي القوامه؟ لا سيدي انا خدامه لكن ما تسوليش على فلوسي. كتشي اللي كيقول الشرع، ايوا ولكن انت كتشوفي انا مزير. الدراري شوفي شحال من ثلاثه ديال الدراري خصنا نقريو. اذن كيبقى نقاش صرفي ما نصرفش، والله لا عطيتك لا عطيني، ايوا والله حتى انا صافنا في هذه العطله. يا قلتي هذا شكون خصنا نحسموا في هذه النقطه هذه. ثم ايقاع الطلاق، حتى هو الطلاق هذا اللي يرجع كيدوز عن طريق المحكمه. واش عندنا فيه مصلحه؟ واش فيه نتائج ايجابيه؟ واش خصنا نتراجعوا فيه؟ حيت قبل ما كانش طلاق المحكمه، يعني كتطلقها شفويا ولا كانت عصمه بيديها كتطلق راسها. دابا لا خصنا نطلقوا المحكمه سواء تطليق ام طلاق، ولو يكون طلاق اتفاقي خصنا ندوزو على طريق المحكمه. اذا يمكن الرقابه ديال المحكمه، واش هذا التدخل المحكمه واش هو شيء ايجابي في هذه الاسره ديالنا ولا غير ايجابي؟ اذا هادو اللي طرحت كلهم اسئله، ما عطيتكمش الموقف ديالي منها، هادو فقط اسئله كتطرح. لكن ملي كنجيو للنقاش ما تلقاوش هادو هما النقاط اللي كنهضروا عليهم. علاش كنهضروا؟ تهضروا على المساواة. لا يجب أن تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة. أنا بحالي بحال ترجع عموما كذا. النقطة الثانية تعدد. لا لتعدد، لا يمكنش تعدد. هناك مس بكرامة المرأة، وهناك احتقار، وهناك إهانة، وهناك تنقيص، وهناك تقليل. والمرأة اليوم والمرأة دارت وفعلت تارك. شحال عندنا في التعدد؟ عرفتي شحال النسبة المئوية عندنا في التعدد؟ شحال؟ ما واصلين ل 1%، ما واصلينش عيب الله. ما واصلينش 1%. وكيبداو يصوروا الرجل المسلم بحال راه جبروت وداكشي ديال الجاريات وثلاثة وربعة، والمرأة الكيان ديالها متمحى وما كاينش، وعندنا ما واصلينش حتى 1%، وكديروا لها الهندقة كلها على التعدد. علاش كنهضروا ايضا؟ كنهضروا على الولايه. فين عمر الولايه كانت تشكل مشكل قبل؟ كان الرجل في الدار هو اللي تيقرر نظريا، ولكن في الواقع راه الام هي اللي كتسير كل شيء، وكان بدون نفاق وبدون تحديات وبدون عدوانيه في قلب المنزل. الراجل تيسحابك الاولاد تيسحابهم ربهم اللي تيحكم، ويا راه امهم اللي كتحكم.
وتيقول له والله هذاك كنوريك الكتاب اللي كيدخلوا للبيت في الليل. تقول له واش شي دابا انا قلت انا البنيتات عاوتاني بقاو داكشي كراهم مشاو دابا عند خالتهم يجوزوا داكشي هو اللي بغيتي. هي اللي كتقرر الحقيقه. واش الراجل راه كيما بغا يكون راه كان هي المراه هي كل شيء، وهي ملي كتمشي تسولها بغيت ندير داك الحاجه شوفي يا بنتي بابا، انت الولد كيتنصب عليك، انت البنت كيتنصب عليك، كيسحب باك هو اللي كيحكم وهي امك هي الحاكمه الحقيقيه. وكان توازن داخل البيت، يعني ما كان تيضحك حد على الاخر، ما كان تحدي. هي كدير الخيمه للراجل وهو في الحقيقه ما يقدرش يكسر لها خاطرها ملي كتجلس معاه وتقول له انا بغيت ندير الوليدات كذا، بغينا نسافروا لهذه، بغينا نديروا هذه، تيقول لها صافي يلا نسقي ديري داكشي انا ما صافي انا نمشي نخدم وغاديه الامور مزيان. دابا لا، اشنو الفرق بيني وبينك؟ علاش انت اللي تاخذ القرار؟ ان غتديهم نقريهم في المدرسه ديال البعثه الفرنسيه وانت اللي تخلص. الا عجبك هو هذاك، الا ما عجبكش نهز دابا الشنطه ديالي نمشي بحالي وغادي يبدي معايا ولادي. زواج القصيرات تورج على واش هذا الاجرام في حق الفتيات، يزوجوهم 16 عام، واش انت تتزوج بنتك وكذا. شحال عندنا زواج القصيرات؟ قولوا شحال عندنا زواج القصيرات؟ ما كتعداوش 5%. وحنا جالسين نديروا فضيحه على زواج القصيرات، وهاد المسلمين شفتوا باغيين يديروا يزوجوهم 15 واش يزوجوهم 12 عام، البنت مازال كيحجموا الامور داكشي. وحنا يعني كنجاوبوا بعضياتنا، انا يقول لك لا والزواج وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشه وكذا و12 عام. يا سيدي ما يجركش في المسائل اللي ماشي هي مهمه، خصنا المسائل اللي هي مهمه هي ديال الاساس ديال المجتمع. اشنو كيشتت لي هذه الاسره ديالي هي اللي خصنا نرد بالي منها. ثم تتهضروا على التعصيب. شحال حنا ندير حالات التعصيب؟ لا التعصيب شنو كيقول لك العم ملي كيموت خوه مجوج ووالد جوج بنيتات، مات داك الاب ديال داك البنيتات، وكيجي العم في النهار الاول ديال الجنازه وتيقول مرت خوه خصنا نقسمو دابا، خصنا نفكوا هادشي هذا. لا للتعصيب. شحال الحالات ديال التعصيب؟ شحال هاد الحالات ديال النساء اللي والدين غير البنات وعندهم عمامهم ولا عندهم ولاد عمامهم اللي غادي؟ حالات ضعيفه جدا. واش متفقين؟ يعني كنحولوا النقاش المواضيع اللي ماشي هي الاساسيه باش ننقذوا الاسره والمجتمع، لان هذا هو الهاجس ديالنا. حيت عندنا غير خص يكون عندنا جوج ديال الدافعين. دافع اول هو المحافظه على الاسره، هذا الدافع الحقيقي اللي خصو يكون، ولكن ربما يكون هناك دافع ثاني هو الزياده في وضع اليه جديده لتشتيت الاسره. إذن خصني نزيد نقلب شنو ندير باش نزيد نضربوا لهذه الاسره المسلمه، نضربوا لها الشتات مزيان. فالنقط اللي انا بغيت نتكلم عليهم واللي ما كنتكلموش عليهم نهائيا، انا غنقولهم لكم دابا تقولوا لي والله صح في النقاش كله ما سمعناش كيهضروا عليهم، في حين انهم نقاط اساسيه، هي نقاط قانونيه ولكن انا بغيتها تتحول الى مؤسسه. النقطه الاولى شنو هي الصلح قبل الطلاق. الصلح قبل الطلاق، واش عرفتوا شحال هادي؟ شحال كان واحد كيتصالح مع مرته وهو باغي يطلق، والله لا بنتي عندي هاد الليله جميع حوايجك صافي، حتى انا والله لا بنت عندك، والله نمشيو ما تعرفين حتى فين نمشي ثاني. عرفتوا ديك الجمله ديال نهز جلابتي نمشي والله لا عرفتي فين نمشي؟ مابقاش قال دابا. كلشي كيتدخل، الناس الكبار اللي في السن في العائله، الجيران كيتدخلوا، الفقيه الجامع كيتدخل، والاستاذ اللي كيقري ولا يقرا داك الزوج ولا قرا داك الزوجه كيتدخل، العائله ديالها كتدخل، الجد كيتدخل، الجده كتدخل، كلشي كيتدخل باش نصلحوا. اليوم التدخلات اللي كاينه ديالها ديال الصلح، بالله عليكم الا لقيتوا اللي كيتدخلوا اكثر من 10% اللي كيقلبوا على الصلح، نقول لكم 90% اللي كيتدخلوا
والله الا ما وريناه، والله كنوريه شنو هو الزواج، كيفاش كيطيح عليه الزواج، صحابو يقبض وتفلى على بنت الناس. وهي عاوتاني نفس الشيء، هو حتى هي والله تندموها ودسروا هاد العيالات، وهذا الشيء ديال اتفاقيه الدوله داروا لهم وفعلوا لهم، ورجعوا كنديروا الحفلات في الطلاق ورجعنا كنديروا هذا الشيء. هذا واش هذا هو المجتمع ديالنا؟ اذا الصلح ملي كنرجع للصلح كنلقى شوف اللي هو باش قلت لكم راه نقطه قانونيه وخصها تصبح مؤسسه عند حضور الطرفين. عند الفصل 82 او الماده 82 من منظمه الاسره، عند حضور الطرفين تجري المناقشات بغرفه مشوره يعني مشدوده سريه، بما في ذلك الاستماع الى الشهود ولمن ترى المحكمه فائده في الاستماع اليه. للمحكمه ان تقوم بكل الاجراءات بما فيها انتداب حكمين او مجلس العائله. شوفوا بعدا للمحكمه، كتعرفوا شي للمحكمه ليس الوجوب، للمحكمه ليس الوجوب بل هي اختياري. اذا ارتأت المحكمه ان هناك مصلحه فيه ستقوم به، ان لم ترى هناك مصلحه، وغالبا احنا كنراعيو القاضي ولا القضيه كتراعي، لكن الكم ديال الملفات اللي عندها اللي خصها تحكم، كتدخل مع 9 ونص وخصها تسالي مع 3، كيكون عندها 200 ملف، كي غادي دير تدرج 200 ملف، ورئيس المحكمه واقف عليها عند راسها تيقول لها شحال حكمتي، شحال تسجلات عندك هذا النهار، شحال ملف جديد تفتح، وشحال قفلتي الملف، الله يخليك. الوزاره تطلب مني خصنا هادشي بزاف، خصنا تسريع لان الكم اللي عندنا اذا ما بقيناش في الجوده. اذا هي كتراعي هذيك القضيه ولا ذاك القاضي وتتحاول للمحكمه ان تقوم بواحد الطريقه محتشمه جدا، تقول حقا درت صلح، بما في ذلك انتداب حكمين او مجلس عائله او من تراه مؤهلا لاصلاح ذات البين. وفي حاله وجود اطفال، زعما ان لم يكن هناك اطفال هذه المساله ما تحققش، لكن اذا كان هناك اطفال تقوم المحكمه بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مده لا تقل عن 30 يوما. اذن المفروض المسطره اذا فيها الدراري عندك على الاقل شهرين مضمونه في المسطره، اذا كان الدراري هادو غير الصلح. فاذا بالمحكمه كتحكم الملف كله شهرين، بالاولاد، بالنفقه، بتحديد المتعه، بالسكن، بكل شيء، بالمحاوله ديال الصلح، كوكوت مينوت دوز. اذن ودابا المشكل هو ان ملي كنجيو نحثو عندك الزوج ولا الزوجه ما كنلقاوش السبب يستحق اطلاق. غتمشي عند المراه تقول لها اجي علاش بغيتي تطلقي، انا ما كنهضرش معكم بالشفوي السماوي الله يداوي، كنتكلم معكم بالواقع، كنتكلم معكم بواقع. ولكن عندي نماذج كثيره نظرا للمهنه اللي كنشتغلها كمستشار قانوني، ثم البرامج اللي كندير في الاذاعه. يعني الاذاعه عندي 14 سنه وانا كندير برنامج، 14 سنه وانا يوميا على الساعه ديال الجوج راني في المباشر، 14 سنه، وكتوصل بمكالمات هاتفيه فيها اسئله ومواضيع ديال المواطنين، فكنسمع من طنجه حتى للقويره المشاكل ديال الناس. فملي كنكون كنتكلم راني كنتكلم معكم بالواقع، اشنو اللي كيوصلني. علاش باغا تطلقي؟ ما تحترمنيش، اش كيدير لك؟ ما تحترمنيش يا ودي، قولي لي شنو؟ ما عرفتش، المهم ما تحترمنيش. انت الشريف علاش بغيتي تطلق؟ اش نقول لك؟ انا عييت. عييتي، اما شنو هو المشكل؟ الخدمه، لا انا كنهضر على مرتك. عرفتي الدراري مسؤول يا ودي، قول لي مرتك علاش بغيتي تطلقها؟ كتلقاه كيتخبطوا في مشاكل كلها ديالاش غير ديال الزمان، اما هي ما دارت له ما هو دار لها، ولكن بجوج ضحيه ديال الضغط، حيت هي خارجه من الصباح، هي كتفيق قبل منه، هي كتفيق مع 5 الصباح وكطيب لولادها باش دير لهم ماكله نقيه، وكطيب له حتى هو باش حيت يرجع في 12 يلقى ما يجغدد.
وتخرج وتخدم وتجي في العشيه وتكلف بالتمارين ديال الدراري وتكلف بالخدمه ديال المطبخ وتكلف بكل شيء، وهو راه تا هو في الدار يمكن يعاوش شويه يمكن ما يعاوش. اذا مع الوقت وكتلقى راسها ما موفره فلوس، خدامه ما وفرات فلوس لراسها، ما مبرعه، ما هو عاوتاني حتى هو مبرع، ما داك الدراري مبرعين تيعياو. فمجرد ما كيوصل تشنج بيناتهم كتقول الله يرحم باك، هذا فراق بيني وبينك، الله يهنيك. ما كاينش سبب، ما كاينش سبب حقيقي. وداك الدراري اش غادي نديرو فيهم؟ لا حق انا ما غاديش نمنعهم على باهم، لا حق انا هم راه معاهم ما نبقاش نشوفهم نهايه الاسبوع، لا راه كاين ضرر. اي اسكون ابي لي دوماج كولاتيرو، واخا يكونوا هاد الولاد كيما بغاو يكونوا، واخا يكونوا هاد الاب والام كيما بغا يكون الطلاق ديالهم راه كاين، لكن انا تنقول لك كاين سبب ديال الطلاق نطلقوا، لكن الا ما كاينش هنا مؤسسه الصلح كتكون بالدور ديالها. ومؤسسه الصلح ما خصش يكون عليها ضغط ديال الملفات والكثره، خصني نجلس مع المراه ونجلس مع الراجل. وعندي مؤسسه واحده اخرى مرتبطه بهذه المؤسسه الاولى اللي كنقترح، هي مؤسسه المساعده الاجتماعيه اللي كنشيروا لها في مدونه الاسره لكن لا وجود لها في الواقع. المساعده الاجتماعيه راه غتمشي تبحث وغادي تشوف الظروف البيئه فين كيعيش هذاك الزوج وفين تعيش الزوجه وفين كيعيشوا الدراري، وكدير بحث وكدير تقرير. وكان بصح تيكون الهاجس ديالنا هي المحافظه على الاسره، اذا كندير التقرير ديالي وتنقول ها السبب فين كاين، وتنحاولوا نعالجوا المشكل وكنخليو داك الشمل مجموع، وفعلا كتحسن الامور من بعد. اذا مؤسسه محاوله الصلح، مؤسسه المساعده الاجتماعيه، ومؤسسه ثالثه حيت شحال ندخل 5 دقائق معاياش مع المرونه. هذه المرونه هي اللي كدير لنا بالشوا. الشوا حلال. المؤسسه الثالثه هي الولايات، هي ان فيها مشكل. الولايه بالله عليكم، ملي دابا الراجل كيطلق امراه وكيبدا ينتقم منها بالولاد، هي كتطلق ولا هو كيطلقها، وكيكونوا كيسكنوا بجوج في واحد البيت الزوجيه، والدراري كيقريو في واحد المدرسه حدا داك البيت الزوجيه. ملي كتطلق المراه كتمشي لدار ما وباها، ولا كتمشي لشي دار اخرى، ولا كتكري دار اخرى ويمكن بعيده على فين كان ساكنه. اذا كتبغي تنقل وليداتها من ديك المدرسه فين غادي تكون كتسكن؟ تمشي للمدرسه تيقولوا لها خص الاب اللي ينقل الوليدات. كتعيط لباه، ماشي الا كانت مازال كتعيط، راه كاين لا تعيط لا حتى شي حاجه، صافي حر والله لا نقلتهم لك خليك تما. شفت حالات بزاف ديال الدراري شهر وشهرين 3 شهور ما قراوش، دخلوا المدرسي جا وما قراوش. اذن واش غادي نخليو هاد الدري هذا بلاش؟ والاميه اللي حاضنه. وطبعا هذه الحضانه اللي كنتكلموا عليها راه خصنا بداك المساعده الاجتماعيه اللي تكلمنا، هذه المؤسسه هذه غادي نبحثوا ونسولوا ونقلبوا ونشوفوا واش بصح الام تقدر تكون حاضنه. وملي تكون حاضنه وناخذوا القرار والمحكمه تعطيها الحضانه، اذا خصنا نعطيها بعض الصلاحيات. إلا غتبغي دير جواز السفر خصها تعيط لباه، وباه يقول لها با ما عطيتش إذن باش ديري جواز السفر. علاش غنحرم الولاد من جواز السفر؟ حيت انا مدبزه وياك. إذن الدراري راه شي، إذن خصنا نفكروا كيفاش ملي يكون الاب ماشي في المستوى نعطي للمراه الحق باش تاخذ قرارات كيتعلقوا بالطفل. وطبعا الهاجس ديالنا هي المصلحه الفضلى للطفل، فهذه المصلحه الفضلى للطفل مره اخرى هي اكذوبه في الواقع ديالنا. مدونه الاسره هي اكذوبه، ملي كتقلبوا مدونه الاسره كلها كنتكلموا على المصلحه الفضلى. والله ليست هناك اي مصلحه فضلى الا بعد الاستثناءات. لما كاين غير كل واحد يجري على طوالي، اللي عنده سلطه اكثر، واللي عنده نفوذ اكثر، واللي عنده فلوس اكثر، واللي عندها وقت اكثر، راه غادي يربح. والضغط اللي على القضاة ايضا نكمل اللي تكلمتكم عليه في الملفات، فكيكون ايضا عدو لجوده الاحكام، لان عندنا الكذب. اذن هذه النقاط الاساسيه اللي كنت باغي نتكلم عليها، هي الصلح،
المساعده الاجتماعيه، الولايه. واخر نقطه اللي قلتها لكم هي الجد والجده. فين هو الجد والجده؟ كان عندهم دور كبير ومهم جدا. ما كنهضرش على الجد والجده اللي كيشتتوا الشمال، هذوك استثناءات. انا كنهضروا على اللي عندهم علاقه بالصح، اللي عندهم الهويه المغربيه الحقيقيه. المبدا والقاعده عندنا هو ان الجد دائما كيدخل بخيط ابيض، والجده دائما كتدخل بخيط ابيض، وكتساهم في التربيه ديال الاطفال، وكتلقنهم التاريخ، وكتلقنهم التقاليد، وكتلقنهم كل ما تتعلق بالاشياء ديالنا التقليديه، وكيدخلوا باش يصلحوا ما بين. هي اللي كتصبر المراه. اللي المراه كتتعيا، هذيك عبوسه هي اللي كتصبرها، ولا امها هي اللي كتصبرها. لكن دابا ما بقاوش. دابا عندنا شقه فيهم جوج ديال البيتات، بحال عندك المراه والوليدات صافي. حتى امك الا جات ممكن تقول لها الوالده ما تمشيش عند اختي شي شويه، تمشيش عند خويا، تمشيش للدار، هادشي الا ما ديناش لدار العجزه. اذا هذاك الجد والجده راه خصنا نعاودوا نرجعوا لهذه المؤسسه، لان كان عندهم دور مهم جدا. وخلاصه الامر خصنا نتثبتوا بالهويه ديالنا. احنا كمغربيات راه من البلدان القليله اللي عندهم بصح هويه، اللي عندهم حضارات. راه الا حسبنا في العالم شكون هما الدول اللي عندها تاريخ وعندها حضارات، راه يمكن نلقى 4 ولا 5 ولا 6، كاع اقصى الحالات تلقى 10 اللي عندها فعلا تاريخ. راه المغرب منهم. واش عيب الله بغيتوا اليوم نسمحوا في هذا التاريخ ديالنا والحضاره ديالنا ونتبعوا امور ردوها كلها مدنيه وتعاقديه؟ عندنا الدين بعد اللي كيدخل كركيزه اساسيه في الهويه ديالنا. حنا راه ما يمكنناش نديرو نكونوا علمانيين، ما يمكنناش، ما يمكنش. حنا راه ملي تنقولوا غدا غادي ندير ديك الحاجه تنقول ان شاء الله. راه ما يمكنش ندير ميزانيه ديال الدوله بلا ما نقول ان شاء الله. ما يمكنش ندير ميزانيه ديال الدوله بلا ما نقول يا ربي ترحمنا، يا ربي تعطينا الشتاء. غادي نمشي ندير ديك الحاجه الا بغى الله سبحانه وتعالى. ما يمكنش. راه حنا ماشي دوله، ما خصناش نتشبهوا بدول ما عندهم علاقه بينا. حنا عندنا هويه ديالنا اللي هي الاسلام ديالنا، اللي هي بلادنا المغرب، تقاليدنا، تراثنا، قيمنا، اخلاقنا، مبادئنا، قواعدنا، عائلاتنا، الجذور ديالنا نتشبتوا بهم، وغادي ننجحوا وندوزوا جميع المراحل وجميع هذه الاختراقات اللي كنتكلم عليها. لاننا فعلا انا قبل الجائحه كنجي تقول لي كاين اختراق، نقول لك حتى شويه منه. لكن الجائحه كانت فرصه فين وقفنا كلنا مع بعضياتنا وبدينا كنخمو وكنشوفوا شنو واقع، وبان لنا بزاف ديال الدول اللي زال عليها القناع وعرفنا الحقيقه ديالها شنو هي. فاحنا اليوم انا تنقولها لكم وانا مقتنع بها واتحمل مسؤوليتي فيما اقول. المغرب بلد مستهدف لشيئين: لدينه ولشعبه بملكه وبأرضه وبتراثه وحضارته وتاريخه. البلاد ديال المغرب خصنا نعتزوا ببلادنا، ولكن باش نعتزوا ببلادنا نتوما اول حاجه كنخصني نقولها لكم بعدا: قراو. خصكم تقراو، بقاو تقراو حتى تعياو وحيت ترتاحوا. عاود نوضوا قراو. راه القرايه هي الحاجه الوحيده اللي يمكن غادي تاخذ بيدينا وغتهزنا للمستوى اللي تنستحقوا ونقدروا ننقذوا الاجيال اللي جايه في المستقبل، حيت راه المستقبل صعب جدا. ما نقول لكمش غير يبشروا بالخير. واخر حاجه غادي نختم لكم بها اللي طمأنتني انا ملي كنت كنتفرج وكنسمع وكنقرا وكنشوف تنقول واه، واش بلادنا مهدده لهذه الدرجه؟ واش الاسلام ديالنا مهدد لهذه الدرجه؟ نشوف بزاف ديال التيارات اللي تخاو نشوفهم حاضرين. لكن واحد المساله طمأنتني واحد الدرجه ما تصوروش. كنت درت واحد البرنامج واللي كنت تكلمت فيه يمكن اول خطره غادي نتكلم في مواضيع يعني شويه كان نقاش على العلاقه بين الزوج والزوجه، العلاقه ديال الاسره، المسؤوليه الى اخره. فكان فيها واحد العدد ديال المشاهدات، يعني الناس شافوها بزاف
ونالت استحسان عند الناس اللي كانوا متبعين هذه المواضيع، فلقيت فيها 2200 تعليق. كنهضر على الدور ديال الزوج داخل البيت والدور ديال الزوجه، وتما عطيت رايي الشخصي اللي اليوم ما خصنيش معكم لان فقط تسالنا. ففي 2800 تعليق اللي خلاني نقرا داك التعاليق، عرفتي شنو هي الخوف ديالي من هذا الشيء اللي كنشوفو كيخترق بلادنا. انا شويه خايف على بلادي، خايف على تاريخي، خايف على ديني، عندي غير على ديني وعندي غير على بلادي. هذا هو الهاجس اللي خلاني نمشي نقلبو ونبحث. وملي قريت لقيت اكثر من 99% متمسكين بالدين ديالنا، وانا عرفتي نرتاح واحد الراحه ما تصوروش. فما تخدعوش، ما يسحبكمش اللي تشوفوا راكم ضعاف ولا راكم قلال. بلادنا لا زالت بخير.